ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية تجهيزات كده للمصيف هتريحنا طول الوقت هناك ومش هنتعب نفسنا كتير. بصوا بقى، هنا انا جبت كيلو بانيه ومقطعاه شرايح على قد السندوتشات بالظبط. طبعا انت عايزاه بقى عريض براحتك، يعني انا بحب اعمله شرايح بس كده. ونزلت عليه بصلايه مبشوره وعليه شويه ملح وشويه فلفل، طبعا انت الملح والفلفل دوت زي ما تحبي. وحطيت معلقه صغيره من البصل البودر، وحطيت بقى باكو مرقة دجاج فورية، دي بتخليه طعمه تحفة ومسكر. وحطيت معلقة واحدة كبيرة من الزبادي وفنجان لبن وعصرة كده ليمونة حلوة اهو بالشكل ده كده. بس كده يا بنات، ما فيهاش اي افتكاسة، اسهل حاجة بتتعمل البانيه. اقلبه بقى كويس جدا، اخلي البانيه شارب من التتبيلة حلو. وخلي بالكم يا بنات، احنا مش هنعمله بالبقسماط على طول ونشيله، احنا هنسيبه ساعتين يتبل الاول وبعدين نعمل الخطوة اللي بعد كده. بس كده اغطيه بقى ب... ب... باي حاجة، بالاسترتش او اي حاجة عندك، وادخله التلاجة اقل حاجة ساعتين، وهسيبه بقى على ما يتبل شوية في التلاجة. تعالوا نعمل اللي بعد كده. بصوا بقى، احنا هنعمل مع بعض الستريبس اللي هو بتاع الشركات. كتير ما بيعرفش يعمله وانا ما كنتش بعرف اعمله، لغاية بقى ما جربت مرة واتنين وتلاتة لغاية لما اتعلمتها. تعالوا اقول لكم بقى كده على كام تركاية حلوة قوي. بصوا يا بنات، اول حاجة نحضر التتبيلة. انا نسيت اقول لكم، انا مقطعة البانيه شرايح شرايح رفيعة، يعني تتخن على البطاطس بشوية. نحضر الملح، حطيت معلقة صغيرة من الملح على نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من التوم الباودر. وده البطل معانا التوم الباودر ده يا جماعة، ولازم يكون توم نوعه كويس جدا. ومعلقة برضو صغيرة من البصل البودر، طبعا البصل البودر ده اختياري بس انا حبيت احطه. وحطيت معلقتين صغيرين من البابريكا ومعلقة صغيرة من الشطة. انا يا بنات بعمله الحار، انا بحط كله شطة بس مش بحط بابريكا، يعني بحط 3 معالق من الشطة، 3 معالق صغيرين، بس الشطة برضو تكون نوعها حلو جدا. بس عشان في اولاد معانا فايه حطيت معلقه من الشطه، معلقه صغيره ومعلقتين بابريكا، وما تقلقوش مش هتبقى مشطشطه خالص. بس وحطيت باكو من المرقه الفوريه، مرقه الدجاج، ونزلت عليهم بص بنص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه صغيره. انا بعملها يعني سميكه شويه عن كده، يعني انا بنزل عليها بربع كوبايه ميه. بس انا حبيت ان التتبيله ما تكونش مشطشطه، يعني طول ما كل ما انتي مش عايزاه مشطشط بتزودي الميه. بس ونزلت بقى بالبانيه بتاعي الشرايح بالشكل ده، برضو اتبله كويس جدا. البانيه ده يا بنات انا مقطعاه ازاي، انا مرضتش بس اطول عليكم. انا بجيب الصدور سليمه وبقطعه من النص، بفتحها وبعدين اقطع شرايح بس كده، واغطيه بقى كويس بالاسترتش وادخله برضو ساعتين 3 في التلاجة. وتعالوا نشوف اللي بعد كده. بصوا بقى، انا هعمل فراخ مشوية على الفحم او على الشواية الكهرباء زي ما تحبي، او في الفرن. ما بحطش فيها حاجات خشنة، يعني ما بحطش فيها بشر بصل ولا الحاجات ديت. انا بحط مية كله سوائل، يعني حطيت كوباية مية بصل وعليها فنجان زيت، فنجان صويا صوص، فنجان خل. ما تحطيش اي حاجه خشنه فيها علشان خاطر ما تتحرقش منك. وحطيت معلقتين كبار من الملح، طبعا الملح ده براحتك. وحطيت برضو معلقتين كبار من الفلفل الاسود،
وحطيت معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وحطيت معلقة برضو كبيرة من الزعتر. الزعتر بيدي ريحة حلوة جدا للمشاوي. وحطيت معلقة كبيرة من البصل البودر، وحطيت معلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، بتدي لون تحفة. وهنا بقى بقيت كوباية الزبادي اللي خدنا منها للبانيه هحطها، وهحط كوباية تاني معاها. مفيش غير كوباية واحدة بس، حطيها شوية لبن، حطيهم الموجود حطيه، يعني مش هنوقف نفسنا. وهنا بقى كنت بشرت طماطمية ناعمة جدا وحطيتها. وبما اني بقى ان انا مش لاقيه العصاره بتاعتي وايديا وجعتني من عصير الليمون، فطلعت العصاره القديمه بتاعتي، وكانكم مش شايفينها. انا هنا عصرت 3 ليمونات حلوين كده كبار، وكده تبقى خلصت بقى التتبيله بتاعتنا. انا هنا يا بنات الكميه دي انا عامله 5 فرخات. اقلبهم بقى كويس جدا. بصوا، وكنت هنسى برضو حاجه، لازم انسى معلقه صغيره من بهارات الفراخ. مفيش بهارات فراخ حطي بهارات مشكله. بالشكل ده كده، خليها على جنب. ونجيب بقى الفراخ بتاعتنا. بصوا انا هنا حطيتها في حاجه واسعه شويه عشان اعرف اقلبها كويس فيها. بصوا انا فتحت ازاي عشان مش هنقعد بقى نسيخ يعني. فانا جبت كل ربع لوحده. بس الفراخ يا بنات تكون في حدود كيلو ونص، ما تزيدش عن كده. بصوا انا شرحتها كويس وبفتحها كده. بصوا الورك من عند العظم من جوه، والصدر برضو فتحته بالشكل اللي انا وريته لكم. هنزل بقى بحاجه كده تدي تست عالي. بصلايه مقطعه كده شرايح، بس طبعا هننفضها كده ونشيلها من البصل ونحطها على الشوايه، مش هنحطها بالبصل ده يعني. بس ونزلت عليه بقى بالخليط بتاعي، وابتدي بقى ادخل الخليط في قلب الفراخ بالشكل ده. بصوا انا فاتحه الفراخ ازاي يا بنات، وبكسر من عند الكتف. احطهم بقى في اكياس، كل فرخه او كل نص فرخه زي ما انتوا حسب عدد الافراد. انا هعمل كل فرخه في كيس بالشكل ده. وبعدين حطيتهم بقى في اطباق كده عشان تبقى الدنيا متظبطه معانا اهو بالشكل ده كده يا بنات. وتعالوا بقى نشوف البانيه عمل ايه. بصوا ده الكفر بقى بتاع البانيه. جبت كوبايه من البقسماط الناعم، ونص كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من الفيجيتار، طبعا اي نوع تفضليه، انا جايباه من عند العطار. ومعلقتين كبار من النشا. النشا هيخليه قرمش معاكي، يبقى مقرمش من بره وطري من جوه. بس قلبتهم بقى كويس جدا مع بعض. ونشوف بقى البانيه. انا مش عايزه فيه البصل اللي حواليه كده، فانا عشان ما يبقاش طعمه مش حلو. عايزه البانيهيه تكون خلاص شاربه من البصل، بس اخف البصل ما يكونش كتير. فبحاول كده اشيل انفضه كده من البصل اللي فيه، واخلي فيه جزء بسيط بالشكل ده. بصوا هنا انا حطيت بيضايه واحده يا بنات، عليها شويه ملح وفلفل وخلاص. ليه ما حطيتيش بيضتين؟ لا يعني هي بيضه واحده حلوه زي الفل. البيض غالي، وبعدين انا حاطه زبادي وحاطه لبن، يعني انتي اساسا ممكن نستغنى خالص عن البيضه، بس احنا طبعا هي بتدي طعم. بس كده. وهبتدي بقى جهزت هنا الطبق بتاعي، وابتدي بقى اجيب كده البانيه بتاعي وادوس عليه بايديا الناشفه، يعني احط بايد والايد التانية شغاله بالشكل ده، وادوس عليها كويس جدا عشان ما تفكش مني. عايزه اقول لكم بقى يعني مش هيتفك، بص هيبقى مكلبش فيها، متقلقوش. اهو بالشكل ده كده هخلص بقى الكميه كلها وهرجع لكم. بصوا يا بنات، عملت بين كل طبقه وطبقه لازم يكون في كيس ورق زبده، ولازم يكون مرصوص جنب بعضه مش على بعضه يا بنات، يعني ما تحطيش اتنين على بعض. خلاص خلصنا البانيه
تعالوا بقى نعمل الستريبس. بصوا يا بنات، ده نص كيلو دقيق، حطيت عليه نص كوباية نشا، وحطيت عليه باكو من البيكنج باودر، وحطيت رشة ملح او نص معلقة صغيرة ملح، ورشة زعتر حلوة كده هتديله طعم تحفة. واقلبه بقى كويس جدا، واكون محضرة بولة كده فيها مية ساقعة جدا، عشان دي اللي هتخلي الستريبس يبقى الغلاف بتاعه ماسك فيه، الكفر بتاعه ماسك فيه. بصوا بقى، هناخد على قد اللي هنحطه بس في الزيت، والزيت يكون كتير، ما يكونش قليل. بصوا بقلبه ازاي يا بنات، مش بدوس عليه، بحاول اقلبه بايديا، وبمسكه كده انطره وبدخله في الميه وارجعه تاني في الدقيق بالشكل ده. وبرده بصوا بايديا من بعيد، ولو حاجه لزقت في بعض وانتي بتقلبي هي هتفك، ما تفكهاش بايدك، اهو بالشكل ده كده. وهنا الزيت عندي خلاص كان سخن. بصوا بنفض كده قطعه الستريبس وبحطها، وخليكوا واقفين جنبه يا بنات، مش هيقعد دقيقتين، هو مش هيقعد يعني دقيقه على كل جنب. بجهز بقى اللي بعده على طول. انا فعلا يا بنات انا ما اخدش في ايديا 5 دقايق. بصوا ما تطلعوش، خلي النار متوسطه، ما تكونش هاديه او ما تكونش عاليه، وما تطلعوش غير لما تحسوا ان هو قرمش، يعني ما تطلعوهوش وهو لسه طري. هو كده خلاص بقى زي الفل. هطلعه دلوقتي. قبل ما اطلعه بجهز بقى الطبقه التانية بالشكل ده بتاعه الستريبس. بجهز الطبقه التانية ديت قبل ما اطلع على طول، عشان كل ما هو بيقعد في الدقيق كل ما الدقيق بيخليه مش منفوش. لازم تعمليه وتحطيه على طول في الزيت. بصوا لونه عامل ازاي. ده كده بقى نص سوا، لسه ده كده مش مستوي خالص، بس بصوا مقرمش ازاي. عايز له دقيقتين تاني بقى، ده لما نيجي بقى نعمله في السندوتشات. احنا يعتبر سهلنا على نفسنا كتير، يعني الخطوة بتاعت الدقيق ديت والمية انتي ديت يعتبر سهلناها. بصوا شكله بقى عامل ازاي. شايفين كده؟ انا دخلته الفريزر، رصيته كده جنب بعض، ودخلته الفريزر ساعتين 3 لغايه ما جمد كده، عشان اقدر احطه في الكياس. اهو حطيته في الكياس في كل، قسمتهم على كيسين او 3 زي ما انت تحبي، وبرده حطيتهم في الطبق. بصوا انا كنت هنا سويت واحده عشان اوريها لكم. شايفين شكلها عامل ازاي ومقرمشه؟ انا يعني كان نفسي الصوت يبقى واضح، بس اظن هي بتتكلم عن نفسها. وطعمها كان خطير زي بتاع الشركات واحسن، صدقوني يا بنات. وكده خلصنا اول فيديو لتجهيزات المصيف. استنوني بقى في الفيديو اللي جاي تجهيز بقية التجهيزات، وكمان هنعمل مع بعض الايس بوكس.